السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم على اليد سهل حلقه جديده ووصفه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا حلوه معسله تقليديه غزاله، وهي حلوه المنادس، يعني كتجي بحال الشباكيه معمره من الداخل بحشوه رائعه. هنا غادي ندوزو نشوفوا مقادير ديال العجين. هو عندي جوج كيسان الجنجله اللي حمرته او السمسم، حمرته وطحنته مزيان، معه معلقه صغيره ديال النافع محمر ومطحون، ونص معلقه حبه حلاوه محمره ومطحونه. هادو نافع حبه حلاوه، يعني اذا كانوا متوفرين عندكم قبيصه د الملح. وهنا عندي جوج كيسان د ماء الزهر كما شفتوا غطيتو باش ما يشربوش الريح، يعني باش ما يفقدش الطعم ديالو. وعندي جوج كيسان د الزبده، هنا عملت جوج كيسان الا ربع الزبده مع 4 كاس الزيت باش كدوب ليك الزبده بلا ما تحرق، يعني هادو جوج كيسان. ودقيقه حسب الخليط. فالطريقه سهله بزاف. غادي نزيدو الزبده وغادي نزيد ماء الزهر، نخلط هادو هما الاوليين غير شويش صافي. غادي نخلطهم شويه هيدا، رائحه غزاله. هاد العجينه كتجي غزاله، يمكن لكم تقليوها يعني بلا ما تعمروها بلا والو، يعني كما شفتوا شبيهه بلا بات فيلو اللي طلعتكم على اليد سهل. خليكم ان شاء الله روابط ديال الحلويات معسل رمضان اسفل الفيديو بلا بات فيلو ان شاء الله. غير نخلطوا واحد شويه هيدا ونبداو نزيدوا الدقيق ديالنا شويه بشويه صافي. غير ندمجوا واحد شويه ونبدا نزيد الدقيق. العدد اللي غادي يدرفد لي العجين نورمالمون غالبا 1 كيلو ديال الدقيق تقريبا. ونجمع شويه بشويه باش ما نفوتش في الدقيق، وفي نفس الوقت باش دائما يعني مساله ديال الدقيق دائما الدقيق ديالنا مغربل، هذه واحد الحاجه بلا نقاش يعني. صافي من بعد ما تجمع معايا العجين ديالي كما كتشوفوا غادي نزولو من هنايا يعني من الجبانه ونعملو على طاوله العمل. نعمل شويه الدقيق بهذا الشكل هذا ونخدم العجين ديالي، وغادي نخدمها فقط بعد دقائق، يعني ديك 5 دقائق هيداك ميم با، لان هي العجينه هشه كما كتشوفوا بزاف. زيد هنايا شويه الدقيق. بعد ما خدمت العجينه ديالي واحد 5 دقائق يعني لاحظوا كترجع هشه، غادي نعملها في الجبانه ديالي هيدا ونغطي عليها بلاستيك الغذائي وخليها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه. فوالا غطيت عليها بلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه. بالنسبه لمقادير الحشوه عندي 500 غرام ديال الفول السوداني او الكاوكاو اللي كما كتشوفوا حمرته في فاكان، هذا بلدي بالقشور ديالو حمرته، من بعد كنحكو هكذا بين الاصابع وهو باقي سخون. ونحيدلو ديك القشره ما امكن نفطر، ومن بعد ادحنته خليته هنايا شويه. انا خليته ماشي كما كتشوفوا ماشي معجن، يعني شويه مهرمش غير على خفيف، مهرمش على خفيف يعني مطحون. معاه 3 معالق سكر كلاصي اللي هنايا مغربل باش ما يبقاش ياكل الكويره ديالو، كبيسه صغيره د المسكه مدقوقه مع شويه السكر، 2 معالق كبار د الزبده، نص يعني ثلث هكذاك معلقه ديال القرفه على حسب الذوق اللي كيعجبكم. وهنايا عندي ماء الزهر باش نجمع به العجين كما شفتوا غطيته باش ما يشربوش الهواء. حنا كنقولوا يعني كيشربوا الهواء تبقى معجين ما كيبقاش الكاليتي ديالو. صافي كل غادي نعمل طريقه ولا ابسط. غادي نخلط هاد المقادير كامله مع بعضها، ومن بعد عاد نبدا نزيد ماء الزهر على حسب اللي غادي نحتاج. حشوه كتجي لذيذه. بغيتو تعملوها باللوز بنفس الطريقه، يعني شنو اللوز هنايا غادي يتقشر وكاين اللي كيبغي يحمرو وكاين اللي كيبغي يخليه هكذاك. انا كنفضل اللوز محمر في العقده، يعني محمر في الفران. شنو انا الصراحه كيعجبني بزاف 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 الكاوكاو، كنفضل نستعمل حاجات اللي هي فيها الكاوكاو. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا مزيان ندمجو، يعني ما كنحتاجوش شي خدمه كبيره. الزبده بدرجه حراره الغرفه بالطبع، يعني ما تجبدوهاش بارده غتعذبكم في الخدمه، وما غندمج شي مزيان. هنا واذا كنتو كتبغيو الكاوكاو مطحون بزاف، يعني واذا طحنتوه بزاف فما غتحتاجوش بزاف د ماء الزهر، لان غيكون خارج لنا داك الزيوت ديالو. صافي هنا غادي نبدا نضيف ماء الزهر ديالي. هنا غنزيد شويه د ماء الزهر وانا كنخلط مجرد تجمع لنا العقده فقط، يعني حنا ما محتاجينهاش تكون خفيفه بزاف ولا شي حاجه،
غير تجمع معنا باش نقدروا نكوروها صافي. ونحاول نخدمها مزيان شويه هيدا بين الاصابع باش كيدخل ديك المكونات ببعضها، وديك الزبده كتعمل المفعول ديالها. باش نشوفوا شحال غادي نحتاجوا بالضبط د الماء الزهر. غادي نزيد واحد شويه كما شفتوا. انا خليت قدامي هذا تقريبا نص كاس العنبه، ولكن ما غنحتاجو شي كامل بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا العقده ديالي هنايا كتجمع معايا صافي. المهم انا قلت لكم عملوا احتياط قدامكم، واحد نص كاس ديال ماء الزهر، ولكن غالبا غتحتاجوا ما بين ربع وثلث كاس ماكسيموم صافي. بالنسبه للحشوه غادي نعبي واحد كويره تيتوا بحيث وغادي نبسطها. غادي نكوروها، هذه كبيره شويه نقص منها هيدا صافي. ندويها هيدا ومن بعد كنضغط عليها ما بين يدي هيدا بين الاصابع، بحيث هنايا كما كتشوفوا انا سبق لي عدلتهم صافي. وغادي نخليهم هيدا نزلهم كما كتشوفوا. هما يعني كيجي الحجم ديالهم تقريبا قد العمله 5 دراهم. هي مسميه مونيدا. مونيدا هي العمله يعني الحديديه، ماشي العمله ديال الورق، العمله الحديديه مونيدا بالاسبانيول. بعد ما ساليتهم كاملين غطيتهم بلاستيك الغذائي. هاد المرحله مهمه لان فيهم ما صغير وداخلينهم معجين غادي يشحتوا معنا غادي يبسوا، الوغ ضروري نغطيوهم. صافي دابا من بعد ما انتحت العجينه ديالنا المونيدا ديالنا ها هما غادي نحيدوهم على جنب. والعجينه اللي خليناها ترتاح غادي ندوز نعقي عليها ونقسمها على 4 ونبدا نطلقها، لان غنحتاج نعمل جوج فوق بعضياتهم. نقسم على 4 باش تجيني خدمه سهله. خدمه على بركه الله. نرش نرش فون دو طرافاي هيدا وشويه دقيق. قلت غادي نقسمها من احسن على 4 باش تجيني صافي. ودابا هذه عا غادي نقسمها على جوج بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا نطلق، نحاول نطلقها مربعه باش ما تضيعش معايا العجينه بزاف. هيدا تغسل بسم الله. وغادي نبدا نطلق. هنا بغينا العجينه ديالنا تبقى معنا رقيقه باش كيعطي لنا ديك القرمشه. الرائحه ديالها غزاله، هانتوما غتجربوها ان شاء الله. حين تجربوها غزاله بزاف ومختلفه، يعني معسلات مختلفه على هاد دايما كنوع من التغيير. نزيد نطلق، واذا احتاجت دقيق يمكن لكم تطلقوها حتى بالنشا كتوبق مزيان، حتى بالدقيق كتجي سهله صافي. غادي نطلق حتى ترجع الورقه معايا رقيقه ما امكن، يعني ماشي رقيقه بزاف، ولكن غنوري لكم السمك بالضبط. هنا باش تشوفوا السمك ديالها كيف خصو يبقى يعني رقيق الحجم اللي بغيت. مثلا انا غادي نعمل هاد الاحجام هادي، غنجيو غنبقى نرشم شويه هيدا حدا بعضهم فوالا بهذا الشكل هذا ما امكن باش ما نضيعش نخدمش الورقه ونعاود فيها بزاف. غادي نجيب ديك المونيداس ديالي بسم الله فوالا، وغادي نبدا ننزل هيدا. هنا في هذا الوقت هذا غادي نكون طلقت الجزء الثاني. انا قلت لكم غير واحد الجزء واحد اللي طلقته، ولكن غادي نطلق الجزء الثاني ديال الورقه باش غادي نغطي بها هيدا حتى نعمرها كامله. ماشي مضبوطه بزاف، حنا باقي غادي نعاودو نخدموها. غادي نطلق الجزء الثاني ديال الورقه ونرجعو نشوف. هنا من بعد ما طلقت الجزء الثاني بنفس الحجم ونفس الطريقه غادي نشبر نقبضو هيدا وغادي ننزلو. نحاول نفرشو هادي بالضبط بهذا الشكل هذا، نتمنى يكون واضح معكم هيدا. وغادي نغطيها كامله، وهنا غادي نبدا نسكي هيدا بيدي على الجوانب ديالها كامله. نحاول نخرج شويه الهواء، ولو انني غادي نخرجو من بعد غنشبكو بهذا الشكل هذا. هنا نزيد هيدا شويه يعني غير باش نفرق بيناتهم. حنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نكملوا عليها كامله، غير باش نفرق هنا باش نقدر نقطع فوالا بين حليوات هيدا بين المونيداس.
بيدي كما كتشوفوا باش غادي نقدر نضرب نقطع. عاد غادي نلصقوهم مزيان لان بهذا الشكل هذا غيتفتح معنا. هيدا الامكان كامله. فوالا هذه المونيضه تقلبت هنايا كاملين صف بصف. دابا حتى هنا غادي نرجع للكاس ديالي اللي قطعت به. انا قلت نتوما عملوا اي قياس بغيتو. وغادي نبدا نرسم هيدا نقطع بنفس الطريقه. هنا من بعد ما قطعتهم كاملين لاحظوا كما كتشوفوا انا بقات تفتح معايا. غادي نحتاج طبيسل فيه شويه د الماء نقوز على الاطراف يدي بالطحين نقوز على الاطراف غير بشويه. وغادي نجيب الجزء الثاني وغادي نلصق عليها. نعمل هكذا هيدا باش تقدروا تشوفوا معايا. صافي نلصق عليها مزيان ونضغط سينو غتفتح لي في القلب بهذا الشكل. هيدا نضغط مزيان نفس الطريقه نمنعهم كامل. بغيت نقول لكم حاجه واحده. انا بالنسبه لي ما كنقليش كلشي كما شفتوا في الشباكيه وكلشي. نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. فانا هادو غادي نحتفظ بهم المجمد. كل غادي نعمل شباك واحد الكوردون غادي نشك هكذا يعني حنا غنجبدها من المجمد ما يكونش غادي تكون مثلجه فما ما نقدرش نشكها. صافي غادي انا عملت لكم مثال غير صينيه صغيره. نعملوا صينيه كبيره اللي تسالكم في المجمد. فكشو هذا بلاستيك الغذائي او بابي سولفوريزي. غادي تعملوا طبقه وتغطيوها نغطي عليهم بهذا الشكل هذا وغادي نعملوا في المجمد. انا قلت عطيتكم مثال غير بصينيه صغيره حتى يتجمدوا معنا. عاد نرجعوا باش نعبئوهم باش يبقاو فوقاش ما احتاجنا نجبدو نخليوهم طريين. الاحسن ما نخليو كلشي ونخليوهم من الطريقه الاولى. من بعد غادي حين غيتجمدوا نعملوا في ميكات بحال هادو. وانا نكتب لا دات اذا كانت المسائل غتعطل معايا لا دات والنوعيه بالاخص اذا كانوا بغيوات ولا باش ما يتخلطوناش مع بعضياتهم كتب بالفطر فوق منهم. وهذا لي بلاستيك كيتشدوا يتفتحوا وكيمكن لهم يتغسلوا بشويه د لو جافيل وكلشي ونخليهم يتيبسوا دونك نستعملوهم مره ثانيه يعني اقتصاديين ايكونوميك. صافي ولا غادي نعبئهم ديريكتومون. هيدا انا دابا غندخل هادو المجمد وغادي نعمل شويه بشويه حتى يتجمدوا معايا. ومن بعد كنفتح الساشي وكنعمرهم كاملين ما كيبقى فيهم حتى شي اشكال لان كيكونوا خداو الشكل. بعد ما كملت العدد ديالي كامل عملت مقله صغيره. من الاحسن تكون صغيره باش ما تعبيناش الزيت بزاف لان كنحتاجو خير بيد الزيت باش نقليوهم. انا نقلي معكم غير واحد العدد كما شفتوا دابا كملت في المجمد ان شهر رمضان ان شاء الله اللي عشنا حنا الله. وغادي نقوز نخلي الزيت ديالي تيسخن ولكن ما يكونش يسخن بزاف باش تطيب معايا من الداخل. وهنا عندي العسل اللي غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. العسل اللي كنحضر في البيت انا عملت كما كتشوفوا غير عدد صغير غندير فيها واحد شويه حتى انا بغيتهم يشربوا عدد كبير د العسل. ومن الاحسن انا الحين الزيت بدات كتسخن غادي نعملوا الدوائر ديالنا مونيداس. قلت الزيت ما يكونش يسخن بزاف باش الدوكو تقلى من الداخل. غادي نزلهم كاملين. ديك الثقبه ضروري اللي عملنا بالكوردون لان باش تنفس باش ما تنفخش تفتح معاها. نستناو عليهم تتقلاو من جهه ونقلبوهم من الجهه الثانيه. نقلبوهم لانه ما كيطيبوا بسرعه علاش فيهم الجنجل. ما كنعرفوش الجنجل كيتحمر يعني بسرعه كاملين. نستناو عليهم واحد شويه حتى يتقلاو من الجهه الثانيه. نزيدو نحمروا شويه هاد بحال هادي وهادي نزيدو نحمروا واحد شويه. صافي نعملوها في العسل بهادي تحمر واحد شويه من هاد الجهه. فوالا وغادي نجبد هادي نعملها نحط غير شويه هكذا ونعملها في العسل. صافي نعمل حتى هادو كما كتشوفوا. بعد ما عملناهم في العسل كنقلبوهم باش يتشربوا مزيان بهذا الشكل هذا غير بشويه كما كتشوفوا. العجينه هشه بزاف كبوا عليها العسل.
على بيد بان تقلى لنا القليه الثانيه، ومن بعد نزولهم نسقطوهم ونرجعوا نشوفهم دابا في التقديم ان شاء الله. فوالا كما كتشوفوا وانا دازينا او الشباكيه معمره من بعد ما وجدت كتجي رائعه لذيذه وكتشرب مزيان العسل. عليها قلت انا ما تخليوهاش وقت طويل في العسل. كما شفتوا باش غير باش نذكركم بان الحشوه عملت فيها غير شويه سكر لان عسلناها، فهكذا كيكون يعني الحلاوه ديالها كافيه. عليها ما عملتش السكر بزاف الداخل ديالها. قلت يمكن لكم تعمروها بالحشوه ديال الكاوكاو او العقده ديال اللوز، ولكن كنفضل دائما العقده ديال اللوز يكون فيها اللوز اللي هو محمر، كتجي رائعه. نتمنى تكون عجبتكم لا غوسيت ديال اليوم. اذا عجبتكم عملوا جيم تابوناو على الفيديو ساهل. نشوفوا دائما دي غوسيت ساهلين بساط ولذاذ يعجبكم ان شاء الله. قبل ما نقول لكم بالصحه والسلامه عليكم نقول لكم بالنسبه اللي ماشي مابوني ضغط على الزر الاحمر مكتوب عليه صابوني اسفل الفيديو ويفعل الجرس باش تقدروا توصلوا هكذا بالجديد مباشره. وبالنسبه لي مابونين نستنى التعليقات ديالكم على الفيديو ساهل. دابا ما بقى لي نقول لكم بالصحه والسلامه.